4 نتائج مهمة طلعنا بيها من ماتش مصر مع اسبانيا. اول حاجة ان احنا عندنا اسد في حراسة المرمى اسمه مصطفى شوبير، وانا كزملكاوي بقول الراجل ده المفروض ما يرجعش معاهم من اسبانيا ويحترف بره. تاني حاجة ان احمد فتوح لو ركز في الكورة بس هيبقى احسن باك شمال في تاريخ افريقيا. تالت حاجة ودي أهم حاجة، بعد الهتافات اللي عملها جمهور أسبانيا امبارح ضد منتخب مصر، ده بيأكد إن الناس دي الكلام بقى بتاع حقوق الإنسان والعدل والحرية والقوانين وكل الكلام ده كلها شعارات فاضية هم بيقولوها لنا عشان يحسسونا إن هم أحسن مننا، وهم في الأساس أوسخ من الوساخة. رابع حاجة إن كرة القدم دي في الأساس رجولة، أهم عنصر فيها الرجولة. اللي بيلعب برجولة ده بيضيع الفرق بقى ما بين سعر اللعيب ده وسعر اللعيب ده ولون التيشيرت وكل الكلام ده. الرجولة هي أهم عنصر في اللعبة دي. لو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو في حاجة انت شايف ان انا نسيتها ممكن تكتبها لنا في الكومنتات. سلام.